ولا الثقافي ولا الاجتماعي، وكيف ما كانت الظروف اللي دازت منها أي وحدة فينا. هذا الموضوع كيبدا من الداخل ديالنا وكيبان في الخارج، ولكن يمكن شي مرات كنديروا ما عرفت واش عين ميكا ولا كنديروا راسنا ما شفناش. مهم كيبدا من الدواخل ديالنا وكيبان في الخارج. موضوع اللي اليوم مهم جدا وضروري، حب النفس عند المرأة. لأن باش نبغي راسي ماشي غرور وماشي أنانية، نبغي راسي يمكن يقدر يكون هو داك الحضن اللي انتي كتحمي بيه راسك، يمكن يقدر يكون هو داك الصوت اللي كيهضر معاك بلطف وماشي بعنف وماشي دائما باللغة وباللهجة ديال يلومك. تحبي راسك يمكن هو انك توقفي على رجليك وتعرفي شنو بغيتي، تعرفي راسك انك تستاهلي كل حاجه زوينه في هذه الحياه، وتعرفي راسك بانه سيدي ربي خلقك باش تعيشي هذه الحياه بمتعه. اليوم فعلا احنا محتاجين نغوصوا مع بعض في عمق هذه القيمه، كيفاش كتولد فينا، كيفاش كتربى فينا، كيفاش تقدر فعلا كل وحده فينا تغير الحياة ديالها من الجذر ديالها، كيف زعما في أي وقت وفي أي زمان. اليوم غادي نهضروا على الثقة اللي كتبنيها كل وحدة فينا مع راسها، على الحدود اللي كترسمي لراسك، وعلى الكرامة ديال راسك اللي من حقك وخاصك تحميها. اليوم غادي نشوفوا كيفاش المرأة إلا بغات راسها كتكون قوية وكتكون أكثر جمالا وأكثر صفاء من الداخل، قبل من داك الصورة الخارجية اللي كنعطيوها للمجتمع وتقدر تكون مزيفة ماشي حقيقية. هادشي علاش اليوم أي وحدة فيكم كتسمع لينا اليوم، انت اختي كتسمعي لينا في دارك، في طوموبيلتك، في الخدمه ديالك، وانت دابا راكي خارجه تقضي شي غرض مع شي واحد من العائله من الاسره، تقضي الغرض لراسك، ربما راكي شاده واحد الركنه وتالفه وما لاقياش مع من تهضري. واليوم للاسف مواقع التواصل الاجتماعي ولات واحد المنصه اللي مفتوحه، وكل واحد كينوض كيلغي بلغاه، وكل واحد كينوض كيدير واحد البث وكيبدا يعطي النصائح للسيدات على اليمين وعلى اليسار بدون ادنى معرفه بالواقع وبالنفسيه وبالعلم الدين وبعلم الاجتماع وبزاف ديال الامور. فاليوم بقلوب مفتوحه وبكلامك الصادق غادي نكتشفوا مع بعضنا كيفاش كل وحده فينا تبغي راسها وتكون واثقه وراضيه على نفسها. ضيفه ديالي وديالكم الكوتش ربيعه المعاني، اهلا وسهلا، اش اخبارك؟ لاباس صباح عليك؟ النور، صباح الورد، صباح الياسمين. انا لاباس عليا وسعيده دائما بالتواجد ديالي معكم مهم. لاله مساوي، الله يخطيك. والمجموعه اللي معاك ما شاء الله عليكم، والناس اللي كيسمعوا لينا مهم. هذا الصباح هذا واللي مرافقيننا في هذه الجلسه هذه. فكنرحبوا بهم بطبيعه الحال، وكنرحب بكل السيدات بما انه هذه جلسه نسائيه. حنا هنا لاله باش نسمعوا لبعضياتنا بلا ما نحكموا عليك. 05 22 77 24 24. اغلب السيدات اللي سولتها دابا سولت انا كنبغي الناس، كنبغي وليداتي، كنبغي راجلي، كنبغي الناس كاملين، ولكن وتسولها واش كتبغي راسك ما غاديش تفهم هذا السؤال. هو فعلا راه شويه صعيب ملي كتبدي تفكري فيه. شنو هو حب النفس او حب الذات؟ الاغلبيه ديال النساء ملي كتقولي لها راه خصك تحبي راسك ولا امم. حب النفس كتقول لك انا كنبغي راسي، اه. انا كنشري ليا الحوايج، انا كنشري ليا، انا كنسافر، انا كندير ليا. اه. ماشي هو هذا حب النفس. وشنو هو؟ ماشي هو هذا نتهلا في الحب راسي. امم. التهلو ديال النفس باش كيبدا امم. كيبدا آه، اولا خصنا نرجعوا للور شويه ونعرفوا روسنا لان الامور بخواتمها. امم. طريق انا اللي قابطه اليوم غتديني لواحد النهار تولي عندي 80 عام ولا 90 عام. هذيك 80 عام و90 عام كيفاش كنشوف راسي؟ واش كلهم الناس كيشوفوها هذه بعد عمر ما طويل؟ كنبغوش نتخيلوها لا، احيانا راه خصنا بعدا. نتخيلوها. اه. حيت كيف ما باش كتشوفي راسك باش غتشدي هذيك الطريق. امم. كتشوفي راسك عندك 80 عام و90 عام وانت مديوره بك حفايدك ولا عائلتك وضاحكه وناشطه وصحيحه، امم. صحتك الجسديه زوينه، وانت المحنه والعطف ودارك عامره، هذه كتشدي ليها الطريق ديال حب النفس. امم. كنتي كتشوفي راسك واحد السيده في
ملجأ ديال النساء الكبار، وهذا الشيء راه ولا عندنا في المغرب، مهم. او لا مشتة او لا بلا دار. خص الواحد يشوف، حيت الطريق اللي كنكون كنخدم عليها دابا وفين حاطه راسي راه هي اللي غتوصلني ملي غيولي عندي 70 و80 عام. نعم. اذا خصني نعرف راسي فين غاديه. مهم. وكندير اوسي بين عيني هاد الصباح عافاكم نويو الفهم. ديروا بالكم باش ديروا النيه ديال تفهموا وتعمقوا في هاد الهضره اللي تنقولوا، حيت هضره عميقه. مهم. ساعه الوقت راه ما تتكفاش، ولكن نتوما غادي ديروا النيه باش هاد الساعه بحال دوزنا نهار. مهم. دابا المغرب قبل كوفيد اعلن على وزاره الصحه، اعلنت على ان تقريبا 48% ديال المغاربه عندهم امراض نفسيه. فعلا. مورا كوفيد الرقم طلع ولكن ما عرفناهش، ولكن طلع. مهم. اذا فين كتشوفوا ريوسكم؟ واش مرض نفسانيا ولا مرض جسديا ولا ما عجبكم حتى حاجه اللي دويتي الا ما بغيت تصنيف حتى في شي فئه. حتى في شي فئه. مم. اذا مني كنعرف راسي انا لا الامور بخواتيمها، وانا بغيت واحد النهار نشرف ونكبر ونكون صحيحه ولاباس عليا. مم. علاش؟ حيت الصحه راه مقدمه على العمر، ولكن المرض اختيار. انا كنختار نكلف راسي اكثر من جهدي. مم. ملي حيت الامراض كلهم الاصل ديالهم اشنا هما؟ هو كنحمل راسي فوق طاقتي. مم. راه الا ضرني راسي هذاك الراس راه حملته اكثر من طاقته. ضرني كتفي هزيت اكثر من جهدي. مم. جاني مرض السكري راني عندي واحد الغضب داخلي علم بها الله. اذا الطبيب راه كيداوي الاعراض، ولكن الاسباب راه بين يدينا. مم. اذا فين كنشوفوا راسنا؟ حيت حنا دابا دخلنا في واحد الدوامه. الدين ديالنا رحمنا، وربي رحيم بعباده، والكلمه اللي ذكرت بزاف في القران هي الرحمه، ياك؟ وربي قال لنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. حنا مكلفين راسنا فوق طاقتنا، ما كنرحموش راسنا اولا، وباغين اللي عندها 40 عام باغا تبان عندها 20 عام، والعيالات ما بقاوش باغيين يكبروا. علاش؟ ما باغينش هذاك التغيير من مرحله لمرحله. ما بقاش بنادم قابلو. ملي كتكون صغيره باغا تبان كبيره، وملي كتكبر باغا تبان صغيره. مم. غير هاد التغيير ملي ما كنتقبلوش، ملي كيكون عدم تقبل، حيت التغيير راه وارد في الحياه ديالنا، طبيعه ديالنا. الحاجه اللي ما كتغيرش هي الحق سبحانه. ما كاينش تغيير في الدين، الحق كاينش تغيير. فينا حنا نوبه كيكونوا عندنا الفلوس، نوبه خصنا نتقبلوا. كنكون صغيره كنكبر، خاصني نبدا نستمتع بالاوقات، نستمتع براسي صغيره، ونستمتع براسي مني تولي عندي 40 عام، مني تولي عندي 50 عام، مني تولي عندي 60 عام. ما نبداش نتعاند مع الدريات الصغار ونرجع له. هنا راه كنتكرفس على راسي. هنا كيكون عدم تقبل. وعدم تقبل شنو كيجيب لينا؟ عدم تقبل كيجيب لنا حب النفس ما كاينش، مم. وكيجيب لنا الغضب، وكيجيب لنا القلق، ياك؟ وما كنكونش كنسامح، ما كندوش. وكيجيب لنا الخوف، وكيجيب لنا كنحمل راسي فوق طاقتي. اذا ملي كنكون عندي هذا الشيء ما كيكونش عندي التقبل. علاش؟ ما كنبغيش راسي بهذه الطريقه. هاد الشيء ما يمكنش نبغي راسي وانا محمله راسي اكثر من طاقتي. مهم. الشيء الا كان عندي غير الخوف بوحدو، انا محمله طاقتي اكثر من راسي. كاين اللي كيفهمها بالعكس استاذه، كيقول لك انا حيت بغيت انا كنبغي راسي حيت بغيت نوصل لهذا الشيء، بغيت نكون ديما زوينه، نكون ديما صغيره ونبان واعره قدام المجتمع. هذا راه حب الذات. لا، حب الذات هي نكون جميله. الجمال ديال المراه انها دائما تسعى الجمال، هذيك الانوثه. انوثه. هذا حب النفس. كنسعى انني نكون جميله، ولكن انني نسعى نبان صغيره والعمر ما يدوش، لا هادشي هادي ما كايناش. وزيدون كنشوفوا قدام عينينا دابا نعم نساء ماشي عندنا في المغرب ما على برا. هذيك المراه ملي كتبقى كتسعى لذاك الجمال والصغر، كتقلب على شي حاجه ما يمكنش، حيت لا دوام. الحاجه دائما لله. لا كنبغي نقلب. اذا كنبدا نسعى نوقف الوقت في الذات ديالي. اذا كنبدا نعيش العذاب الاليم، ما كنبقاش نستمتع بالحياه. انني نسعى للجمال،
انني نسعى للسلام، انني نسعى للتقبل والتصالح مع النفس. شنو هو التقبل والتصالح مع النفس؟ وهذا الشيء هي مني كتكون عندي الرحمه لراسي، كنكون رحيمه براسي، وكنكون عارفه راسي انا شكون، وفين باغا نمشي، وفين باغا نوصل، مني نشرف نكبر. اذا انا مسلمه واش انا كنصلي، صلاتي كيف دايره. حنا بزاف ديال النساء اللي هازين اكثر من جهدهم كتقول لك والله لا كنقطع، كنصلي وكنقطع، ولا كتقول لك والله لا ما كنصليش اوقاتي. بعدا ملي كيكون الانسان مسلم وما كيصليش، اركان الاسلام، الصلاه من اركان الاسلام. اذا راني الاسلام ديالي راه ما كاملش، باش ما نقولش لكم حاجه اخرى، ما كنصليش. اذا فين هو الاسلام؟ الاسلام بني على 5. اذا الصلاه الا ما كايناش، والصلاه هي الطريق، ماشي غنقولوا لا، راه ربي رحمنا بهذيك الصلاه. هادوك 5 ديال الاوقات اللي كنسمع الاذان كنسكت، كنمشي نتوضا، كنصلي، ومني كنصلي كنجلس واحد 3 دقائق ولا 5 دقائق ولا كل واحد علاش قدروا الله. هذيك راه بوز كيعطيها لنا سيدي ربي باش العقل يوقف، باش يرتاح. وان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. وملي كنكون كنتخشع في صلاتي كتكون اولا ملي كيكون الانسان كيصلي وقريب كتكون عنده الاخلاق. عرفتوا الاخلاق ملي كيتبنى عليها الدين شنو كان يكون عندنا؟ كتكون عندنا واحد المراه كتكون مميزه، مخلقه، وعارفه بينها وبين اللي خالقها. طيب كاين بزاف ديال السيدات اللي غتقول لك انا كندير هذا الشيء، كنصلي، كندير الاركان ديالي كامله الحمد لله، كنقرا القران، ولكن ما ابسط حاجه غتخليها الثقه في نفسها تهز. يكفي غير مثلا نلبس شي حاجه زوينه، نتسنى دوك الناس اللي معايا يقول لي جاتك زوينه، وما قالها حتى واحد، وانا انتظر ديك الكلمه من راجلي، ولدي، بنتي، امي، من اي واحد. هذه كفيله انها تخليني نقول واشتي ما انا ماشي تلهيه. هذا هنا فين حب النفس ما كاينش. مني المراه كتكون كتبغي راسها، انا كنبغي راسي، مني كنلبس هاد الفيستا هادي حيت عجباتني وارتحيت فيها وعجباتني، ما كنتسناش الناس يشكروها لي باش عاد تعجبني، او اللي يقولوا لي ما جاتش معاك باش نحيدها وما نبقاش نلبسها. شي حب الناس فين كاين؟ مني كتكوني نرجعوا عاوتاني الجوع العاطفي. مني كتكوني جيعانه عاطفيا، والديك حبوك بالشروط، ومن بعد انتي كتحبي راسك بالشروط، وكديري لراسك واحد الكادر. انا الا كنت خصني نكون ضعيفه، وخص شعري يكون رطب، وخصني ننفخ هنا وندير باش نكون جميله. درتي لراسك الشروط حيت والديك قبل داروا لك الشروط، والمعلمه دارت لك الشروط. شي المعلمه دارت الشروط، هذاك الاول والثاني عرفتي اكبر جريمه كنديروا في التعليم هي هذاك الاول والثاني والثالث للدراري الصغار. انا داك التراتبيه في داخل القسم، حنا ما كاينش التراتبيه حيت ربي خلقنا مختلفين، وحتى العلم تبت هذا الشيء، يعني حتى الذكاءات راه مختلفه. المعلمه اللي عندها واحد كسول في القسم هي معلمه خاصها اعاده النظر في التعليم. حيت معلمه باش يكونوا عندها الدراري كلهم متساويين وغاديين اون هارموني، كتكون كتعامل مع داك الولد البصري والولد السمعي والولد الحسي كتكون كتعامل معاهم كلهم. الا كانت هي فيزيولوجي بينه باش تقري، وهذاك اللي حسي ما يفهمهاش. الا كان تلميذ واجد وهو راه اذكى واحد عنده في هذاك القسم، ولكن ما تواصلش معاه. هادشي كاين حتى داخل الاسره. هادشي زعما حتى في التربيه ديالنا، يعني ممكن المراه فينا تكبر ما كتبغيش راسها غير بالنظره ديال المجتمع، قبل ما توصل كاع للمدرسه. قبل علاش؟ لان كتسمع دابا شتي دابا ربي سبحان الله العظيم خلقنا بواحد الفطره زوينه. مني كنخلقوا عندنا واحد الفطره، كتلقاي البيبي يلاه عنده نهار يومين 3 ايام كيجيه الجوع كيبكي، كيعطيوه الحليب كيسكت، كيوسخ كيبكي، كيبدلوا ليه كيسكت. الفطره كيبغي المحنه والعطف والاهتمام كيبقى يبكي، يعطيوه والو كيبقى يبكي. كيقول لك ولف لي الدين، لا هو باغي المحنه وباغي الحضن وباغي السخونيه وباغي الحب وباغي الاهتمام. هذه الفطره.
مني كتبدا البنيه هذا في المجتمع ديالنا المغربي، كندوي حنا المغرب دابا. مني كتبدا البنت كتكبر، الاب كيربي بنته كيتعامل معها بحال الولد، وهي راه بنت خصو يفرح بالانوثه ديالها. علاش؟ حيت حنا ما كنعموش، ولكن الاغلب ديال الرجال المغاربه كيبغيو دائما الولد، حتى النساء كتبغي زياده تكون ولد الاول. احيانا كتكون بنت، احيانا كتكون حتى البنت الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه. الاب في التربيه ديالو ما عندناش داك. كانت زمان في بعض الاباء كان كيتعامل بنته جميلتي حبيبتي الحبيبه ديالي لالاهم، هاد لالاهم يعني كنا التعبير تنسمعوها. دابا هذاك الشيء ما بقاش. نعم. كيتعامل مع بنته بحال الولد، وكيربيها بحال الولد، وكيعلمها داك انها تجاهد ولينا كان بغيناهم يكونوا حربيات، كنقول خصني نربي بنتي تكون حربيه، وتنخرجوا الزمن عليها. صعاب عرفتي علاش؟ الا ما ربيتهاش الوحوش غادي لا يديروها. بالعكس، لان مني كنربي بنتي كبنت لان البنت كتخدم بالاحاسيس ديالها، المراه كتخدم فعلا. مني كنربيها تحب راسها وتخدم بالاحاسيس ديالها، وكنوريها ما لها وما عليها. ماشي انا ما مساليش ليها وعا كنمنع وما مساليش وكنولد بحال هادو عافاكم كاع ما باقيين تولدوا كاع، اللي ما عندوش الوقت باش يربي هذيك البنت ولا الولد ويوريهم ما لهم وما عليهم، واشنو اللي ما خصهمش يديروا في الاخلاق، يربيهم على الاخلاق ويربيهم على السلوك. دابا حنا كتلقى الاب ولا الام كيقول لك هذاك ولد يدير اللي بغى، بقى ما كاينش مشكل يدير اللي بغى. يمشي للحرام ويدير اللي بغى حيت ولد. لا، خص الاخلاق. وهذيك بنت، لا ديك بنت ما خصهاش دير، هذه باقا كاينه. خصنا نعلموا ولادنا الاخلاق. علاش؟ لان الاخلاق هي كادر. مني كينزل عليها الدين الاسلامي كيولي الولد متوازن، وعرفتي شنو، وكيعيش حياته من بعد متوازن. ملي كيتزوج كيعرف ما له وما عليه، وكيبدا يستمتع بنعم الله. مني ما كتكونش الاخلاق وكيكون غير الدين وغال الحرام، عرفتي شنو، كنهربوا وليداتنا من ديننا. وراه حتى الدين جا باش يعلمنا الاخلاق والسلوك الطيب داخل المجتمع. فاصل وغادي نرجعوا نواصلوا معك لاله، وغنفتحوا لكم مجال للتواصل معنا مباشره 0522 77 24 24. مرحبا بالجميع.
اليوم رفقة الكوتش ربيعة المعني في برنامج المرأة والأسرة. حديث مغزل العالمية كيمس كل امرأة فينا كتسمعينا دابا، فين ما كنتي، كيف ما كان العمر ديالك، كيف ما كان وضعك الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كيف ما كانت الظروف اللي دزتي منها في حياتك. موضوعنا كيبدا من الداخل وكيبان علينا في الخارج. يقدر يبان على الصحة ديالنا، يقدر يبان على الضحكة ديالك، يقدر يبان على علاقتك مع المجتمع. موضوع اللي كنهضروا فيه ماشي غيبان بزاف الناس رفاهيه ولا زايد، ولكن هو ضروره. حب النفس عند المراه. اليوم حنا العيالات كيفاش نقدروا نبغيو انفسنا، غادي نغوصوا مع بعض في عمق هاد القيمه، وكيفاش تقدر تغير حياتك انت اليوم كامراه، وكيفاش تقدر تعاونك انك تغيري حياه بنتك وانتي كتربي دابا هاد الاجيال. نعلموا بنيتاتنا انهم فعلا يبغيو راسهم. 05 22 77 24 24. حنا هنا غادي نسمعوا لكلامك اللي خارج من القلب وصادق، باش نكتشفوا مع بعضنا كيفاش يمكن كل وحده فينا كتكون دايره واحد القوقعه على راسها. المهم الناس ما يعرفوش، ولكن الداخل ديالها كيغلي، لانه هدفنا كل وحده فينا تعيش مرتاحه وتكون راضيه على راسها. بزاف ديال الناس ما تفرقوش ما بين حب النفس والانانيه، حيت بعض المرات كنشوفوا السيدات تبارك الله اللي كتقدر فعلا تكون كتبغي راسها بهذا المعنى اللي تكلمتي عليه وناجحه في حياتها، ولكن كيتهموها بالانانيه. انت كتبغي غير راسك. شنو الفرق بيناتهم من وجهه نظرك استاذ ربيعه؟ كاين فرق كبير ما بين الانانيه وما بين حب النفس. نعم. حب النفس واجب، حيت الا ما كنتش كنبغي راسي ما يمكن لياش نبغي الاخر. والبدايه كتبدا بحب النفس. حب النفس كتبدا فيها الرحمه. الانانيه نقدر نكون ماشي رحيمه مع راسي، نعم، ما كنحبش راسي، ولكن انا ومن بعدي الطوفان. اذا الفرق كبير بيناتهم فعلا. اما حب النفس هو المراه كتكون رحيمه براسها. علاش؟ لان المراه كتخدم بالاحاسيس. عندها المحنه، عندها العاطفه، عندها الحنان. الا مشاو ليها هادو ولات خدامه بداك غادي اكثر من جهدها، وتابعها الخوف، تابعها انها داك المقارنات كتقارن راسها بزاف بالناس، دايره واحد الاطار انها مشات مع داك الوعي ديال القطيع. خاصني الدار وخاصني الطوموبيله وخاصني لا. ملي كنكون كنبغي راسي كنمشي على قد جهدي. اللي وصلت ليها واش اللي ملايري واللي ما عندوش، واش بجوجهم سعداء ولا بجوجهم تعساء؟ كتقدر تلقى هذا تعيس وتلقى هذا تعيس، تقدر تلقى هذا فرحان تقدر ماشي ما كاينش معيار، هو ميزان لكل واحده على حسب ظروفه. اذا ماشي الفلوس اللي كتسعدني، ماشي الفلوس اللي كتفرح. شنو اللي كيفرحني وكيسعدني هو ملي كنكون انا مصالحه مع راسي. هي مني كنكون نبغي الخير للناس اللي كنبغي لراسي. مني كنكون كنبغي لراسي الخير اوتوماتيكمون داك الخير كيخرج من عندي وكنكون كنبغي الخير للناس، وهذا هو الدين ديالنا. مني كنشوف راسي كنغير، كنحسد، كنحقد على الناس اللي دايرين بيا او لا على شي حد داير بيا او لا، المهم عندي الحسد، الغيره، الحقد، نعرف راسي نرجع للور ونجلس ونقول علاش انا طالع لي هذا الحقد وهذا الحسد اشنو اللي طرا لي في صغري خصني نتصالح معاه، اشنو اللي جابني لهذا الشيء. لان هذا الحقد وهذا الحسد وهذا الغضب تقدري تشوفي واحد صاحبتك ناجحه في حياتها وتعانديها، تعاندي مزيان. علاش؟ لان هذا الواحد كيخرج من منطقه الراحه ديالو، بغيت ندير بحال هذه السيده باش نوصل. اما نحقد عليها حيت هي دارت وانا ما درتش ونبقى ايوا هي عندها الزر، ايوا هي هنا كنعذب راسي. علاش؟ لان ما غناخذ حتى نتيجه. طيب غادي حنا نفتحوا المجال للمستمعات يتقاسموا معنا تجاربهم، ويمكن كل وحده كيفاش كتشوف كيفاش كتبغي راسها وكيفاش باغا تبغي راسها. ناخذ كوثر من مدينه الرباط. اهلا وسهلا يا كوثر. السلام عليكم، صباح الخير. صباح الورد، لاباس عليك؟ صباح النور. الحمد لله، بارك الله فيكم استاذه. استاذه التدخل ديالي سيك، واسمحي لي انا نهضر شويه بالفرنسي راه العربيه. مرحبا. لا ولكن انا غنطلب منك كوثر هضري غير بالدارجه، عرفتي علاش؟ باش كلشي يفهمنا مزيان. واخا يلا سيك خاص غير داك حب النفس ما يكونش اكسيسيف مالاديف.
خاص كل شيء تبنى سيغتو على القناعه. انا قانعه أي. بهذا الشيء اللي عطاني الله، الحمد لله أيه. انني عندي تحتي عينيا ودنيا يديا، كاين اللي ما لاقيش فعلا. شي عضو من الاعضاء ديالو مم. باش يعيش. الوغ بال او با بال ولا خايبه هذاك الشيء ديال الله. الوحده خص يكون عندنا قناعه ذاتيه داخليه، وخص الدراري تعلمهم ديك القناعه. انا امراه وعندي بنيته وحده ومعلمه من صغر القناعه انك tu es belle comme ça اييه si tu dois t'aimer comme ça. تشوفي راسك في المرايه تقولي انا جو سوي بال، ماشي خصني حتى هذيك زوينه عليا شعرها زعر تنقول لها داك الشيء راه ديال الله. كيف المراه ملي غتوصل لواحد لو نيفو انها تقنع بداك الشيء اللي عطاها الله، راه غادي تحمد الله وتشكره. وكما قلت الاستاذه عاند لا تحسد. برافو شي عليك. وحده عجبك لو نيفو ديالها نديرها ديري بحالها. ما هذاك الحقد راه بنادم اللي تيحقد واللي دغينا فيه راه ما تيأديش هذاك اللي حقدو، تيأدي غير نفسه. تيأدي نفسه فعلا، لانه تيبقى عايش في هاد الدوامه د الحقد. تيبقى عايش في واحد تيحق في راسو، والنفس راه علينا حق. علاش انا غنأدي هاد النفس اللي عطاني الله نبقى نحقد ونتبع بنادم؟ فعلا ندير بحالو ونكون مرتاح مع راسي. وتبارك الله عليك الله كوثر. عليك لاله كوثر. ميرسي بوكو. سي صباحكم مبروك. لا لا يخطيك، لا لا يخطيك. طريق السلامه. غادي نرجعوا للمداخله ديال كوثر، غير نسمعوا مليكه معنا من بوزنيقه، وحنا حديثو مغزل ياك استاذه ربيعه. مليكه السلام عليكم. وعليكم السلام، كي دايره اختي؟ لاباس؟ صحيحه؟ الحمد لله، انت شكراً على على هذه خير؟ المواضيع. مرحبا لا مليكه، مرحبا بك، نهار كبير هذا. انا تفضلي. عايشه بخير. انا كنت في الموارد البشريه ديال التعليم، اييه خرجت تقاعد ايوا وبقيت جالسه كندير رحلات العيالات، كنجمعهم كنديهم يسافروا. ايوا والثقه في النفس ما كنتقلقش. ايوا الو، اييه حنا معك مليكه. قلت لك ما كنتقلق ما والو، واخا العيالات كيمشيو معايا كيدوروا فيا كذا، ولكن انا الصبر الحمد لله عاطيني سيدي ربي. كيوميا كنصلي في الجزء ديالي، كنقرا قراني، كنتبع كما قالت الدكتوره، وعايشه الحمد لله بخير وعلى خير. الحمد تبارك الله لله. عليك. الله يبارك فيك. كندير الشغيل ديالي، كنخرج نتمشى، مشينا للعمره ديال 30 واحد، والحمد لله هذا هو من فضل الله. ما عندكش الملل تبارك الله، دايره الانشطه مع راسك لا ما مليكه. عنديش الملل. برافو عليك. كان الراجل شويه باغي فيه الغيره. كان دابا ما الآخر. بقاش. دابا صافي ارتاح. ارتاح وحق. هو غير كان شو راه غير كيحبك مليكه، داكشي كان غير حب. ويا برا 42 عام د 10. ايوا تبارك الله ما شاء الله، ياك باقي في الله الحياه. يبارك فيك. الحمد لله أيوة. باقي الحياه، واخا جا البروستات دابا شويه الكارو ما بغاش يحيدو، ولكن انا معاه. ايوا الحمد لله، الله 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 يعطيه يبارك طول العمر والصحه. الحمد لله بنادم خصو يثق في النفس وما يبقاش يتقلق، ما يبقاش يتعصب، لان اي حاجه الله ليك على كل حال الله هو اللي معنا. فعلا واسيدي ربي هو والدوام لله. راه ما نوصلوش شي حاجه اللي ما غيعطيهاش لنا الله. داك الشيء اللي كاين. يقول خصني ندير دير هو الحياه، تعيش حياتك وتضحك وتفوز، وهذه اللي كاين. وشكرا لكم. مرحبا بك وتبارك الله مليكه. عليكم. لا لا يخطيك. سمعنا الاخوات بجوج استاذه ربيعه، شنو بان لك؟ انا بغيت نوصل واحد الميساج لكلهم النساء اللي كيسمعونا دابا واللي ما كيسمعوناش، وصلوا لهم عافاكم هذا الميساج. ما خلقش ربي مرا خايبه، ما كايناش فوق الارض، كلهم النساء جميلات. هي اشنو كتشوف في راسها، النفسيه الداخل ديالها اشنو فيها، الخيوبيه فيها، الغضب فيها، الكره فيها، الحقد كيخرج على برا. كاين الحب، المحنه، الرحمه، رحيمه براسها، ما مكلفاش راسها، جميله. حيت ربي عطى لكل وحده حقها في الجمال. ما عطاناش كل شيء، ولكن عطانا حقنا. اللي عندي انا ما نبقاش دائما ما تبقاوش تقلبوا على اشنو ما عندكمش. الحمد لله وشكر على اشنو عندكم. الحمد لله على كل حال. فعلا الانسان ملي تيكون تيحمد الله وراضي على اشنو عندي على اشنو عندي. احيانا كتشوفي شي امراه كيقول لك هذا الراجل زوين، كيفاش تزوج بهذه المراه؟ راه فيها واحد الكنز ما شفتوش نتوما. شافوا هذاك السيد اللي شافوا. علاش؟ لان عرفها وعاشرها وحس بها احساس. كل واحد اشنو عطاه ربي في الجمال. كاين الجمال اللي باين، كاين الجمال الداخلي، كل واحد والجمال ديالو، وكلنا عندنا حقنا د الجمال. الحمد لله.
كيبقى غير الرضا، وماشي كلنا عندنا الرضا. نفس الرضا. هاد السيدة الضربات قالت بان ما خاصش تكون داك التطرف حب النفس. لا، راه مني اي تطرف خايب، مني كيولي تطرف راه هو هذاك الانانيه. ياك فعلا. هاد السيده الثانيه اللي دوات اللي قالت دابا كدير رحلات، ربي خلقنا نسعاو، ما خلقناش نجلسوا ما نوضوش من الفراش، نسعاو. هاد السيده هادي لقات من مورا التقاعد ديالها كدير رحلات بالنساء. كاين مرة اللي فاش خدات التقاعد ديالها ولا جالسه في الدار كتصوب دارها، كتشق زيتون، كتصوب تريكوات، كتخيط، كتفصل. راه اصعب حاجه النساء هي الواحد ياكل ويشرب ويقابل لي ريزو سوسيو. هذا هو مرض العصر، هذا هو اللي كيدير الامراض النفسيه. علاش؟ لان قبل انا ملي كنت صغيره كانت الاذاعه، كانت عندنا الاذاعه الاولى والثانيه، وكانوا كيغربلوا لينا وكيحطوا لينا، ما كيحطوش لنا داكشي الغير اللائق. كان المدير ديال الاذاعه الوطنيه في الرباط، كنعقل ملي كنت صغيره كيكون المغني، لا ما كانش مغني والصوت ما كيدوش في الاذاعه، باللباس وبكل شيء كان كلشي. ياك دابا ولادكم بناتكم كلشي التليفون عنده فيه كلشي، لورديناتور فيه كلشي. ياك اذا كاينين الناس اللي حمقين، كاينين اللي حمقين بلا ما نقول السميات، والله الا حمقين. الدياغنوستيك ديالهم ناس حمقين، تشخصوا انهم ناس ماشي في قواهم العقليه، والناس متبعينهم حيت كيبيعوا الوهم وحنا كنقلبوا على الوهم. كيبيعوا الوهم. راه الحماق هذاك، راه حيت ما كايناش اون لوجيك. راه كاينين شي حوايج اللي ما نقدرش دابا نقولهم، انا كنستحي، ولكن عافاكم منين تسمعوا عودوا حلوا، هذه تصلح ودي ما تصلحش. الا كان الحكي حمق يكون السامع بعقله. طيب الا فعلا خاصنا نوزنوا. ودابا الوليدات الصغار وهاد الشباب والمراهقين راه احيانا داك الدرجه ديال الوعي كتكون باقا ما كايناش، فبالتالي كنبداو نستقبلوا كل شيء، حتى واحد النهار كنتفاجئوا بان اولادنا اما عندهم واحد الافكار غريبه جدا او لا توجهات راه ما يمكنش تسمعها حتى بالكلام، عاد ما بالو كتقبل ولدك ولا بنتك تكون فيها. وكنقولوا يا حسرتي منين جا هاد الشيء؟ جا من جيوبنا اللي حليناهم ومشينا شرينا لوليداتنا التليفونات اولا شعلنا لهم التلفازه وما جلسناش نشوفوهم شنو كيشوفوا، وتا حنا شادين التليفون والحياه غاده الا من رحم ربي. فالله يرضي عليكم ردوا البال. ناخذوا وفاء من مدينه الدار البيضاء. السلام عليكم وفاء. السلام عليكم. اش اخبارك؟ بغيت نشكركم على هذا البرنامج. مرحبا. واحد المداخله. اهلا. الانسان ما خصوش يدخل في مقارنات مع ناس اخرين. خاص الانسان يكون يدير دي تشالنج مع راسو ودي زوبجيكتيف ويوصل ليهم. اما يبقى يقارن راسو يضل يقارن راسو غيدخل في امراض. ما يمكنش الله سبحانه وتعالى ما خلقناش حنا كلنا سواسيه في كل شيء. كل واحد ربي عطاه حاجه، ما يمكنش كل واحد وعنده اناتو عنده في راسو، خاصو يديفلوبيه هو راسو. ما يبقاش يدخل في مقارنات مع حد اخر باش ما يدخلش في مشكل، ويحب راسو كيف ما هو، ويحاول يشوف الحاجه اللي زايده عنده واللي مزيانه عنده يطورها. تطوير الذات. اون بليس الاستاذه كانت هضرات على لي ريزو سوسيو، كيفاش خاص نورمالمون اصلا حنا ما يمكنش نمنعوا هاد لي ريزو سوسيو وهاد لو سيستم اللي حنا غاديين فيه، ما يمكنش نمنعوه ولا نكبحوه، ولا غير حاجه وحده. خاص الانسان يعلم ولادو واحد المناعه نفسيه، ويكون عنده واحد لابوسول، هو يعرف يدخل ويعرف فين غيمشي. وهذا الشيء كيتربى من الصغر، ما كيترباش حتى لواحد الوقت. من الصغر كيتعلم عنده واحد ان اسبري دو جوجمون، يجوج، يعرف يحكم على الاشياء بشويه بشويه، يكون عنده واحد الانيشياتيف، يعرف كيفاش تخلي الولد ديالك ولا البنت ديالك تعطي الراي ديالها، تمشي معاها، تناقشها، توريها، باش هي في واحد الوقت هي غادي تعرف. واخا تدخل لي ريزو سوسيو غتعرف فين غتمشي، واش تمشي للحاجه الخايبه او تمشي للحاجه المزيانه، وعلاش لا مشات للحاجه الخايبه فين غتمشي، ولا مشات للحاجه المزيانه فين غتمشي. حيت لي ريزو سوسيو اون جينيرال راه ماشي كلشي خايب،
اييه راه هادشي ولي قلنا الانسان خصو انه يعلم يصفي. الا سمحتي وفاء انا غادي نرجع معاك لجوهر الموضوع، لانه اليوم حنا كنتكلموا علينا حنا العيالات كيفاش كنبغيو راسنا، واش كنبغيو راسنا، فين كتشوفي راسك في حب الذات، في حب نفسك؟ انا في تطوير الذات. الانسان خصو يطور من راسو. حب الذات هو انك انت تطور من، حيت حنا في الحياه حنا في واحد انا بالنسبه لي كنشوف كنقول جو دوا توجور مو كري دي اوبجيكتيف باش نعيشوا، حيت ما يمكنش تعيش وانت ما عندك حتى شي اوبجيكتيف في حياتك. عايش علاش انت عايش في الدنيا؟ انت عايش غير هكذاك، غير عايز تاكل وتشرب وتنعس وشنو الدور؟ راه لي زوبجيكتيف ديما فين ما تتكري ان اوبجيكتيف وتتوصل ليه، هذيك بالنسبه ليا وجو كخوا بالنسبه لبزاف الناس هذاك هو لو فغي بونور. هذاك هو لو بونور الانسان اللي تيوصل ليه، تيدير دي زوبجيكتيف كيف ما كان صغير هذا الاوبجيكتيف او كبير. واخا تعرف المراه تقول لك اليوم انا غندير واحد الحلوه، ولا غندير جو سي با كوا، ولا غدير اليوم غتمشي عند شي واحد السيده، ولا اليوم غتمشي دير الرياضه. المهم كدير ان اوبجيكتيف وكتحققه، وهذا اما الانسان كيعيش في واحد المال، في واحد الروتين، هنا فين تيكون. والمقارنه الانسان يبقى كيف ما قالت الاستاذه، الانسان يقتنع براسو ويعرف ويحس ويشكر راسو انه عنده بزاف اللي الناس ما عندهمش. فعلا. على الاقل نعمه الصحه. بعدا الانسان كينوض الصباح وكيلقى راسو صحيح وتيكون مزيان وما عنده حتى شي مشكل، ما توجعو حتى شي. هذه راه نعمه. شوف من عبد الله، هذه نعمه كبيره جدا. الناس اللي ما تعرفوش، وبعض المرات حتى العيال ما تنعرفوش بقيمه الصحه، يكفي اننا نمشيو نديروا غير واحد الدوره بلا ما تدخلي للسبيطار، غير في الباب. سيري غير الباب اي مستشفى وغادي تقولي حمدتك سيدي ربي وشكرتك على اني صحتي مزيانه وعقلي مزيان. ياك استاذه ربيعه كنشكرك بزاف وفاء على المداخله ديالك. نرجع عندك استاذه ربيعه، شنو بالك في الكلام ديال الوفاء؟ ما شاء الله عليها الوفاء. كيف قلنا الواحد خصو يكون واجد باش يولد البنت ولا الولد، يكون واجد وعنده الوقت ليها. ماشي نولد البنت ونبقى كنمنع بلا ما تفهم، بلا ما تعرف شنو هما الحدود، بلا ما تعرف ما لها وما عليها. مني كنكون معاها ومرافقها، الاب والام مرافقين بنتهم وعارفه ما لها وما عليها، كنوجهوها للمستقبل، كنوجهوها كتكون عندها هذيك المناعه. مني كتحل وكتبان لها شي حاجه ماشي ديالها كتقول لك لا هذه ما نشوفهاش. طيب نفتحوا مره اخرى المجال. عندك مداخله واحد بين قوسين. لي ريزو سوسيو سيف ذو حدين، ولكن خاص تكون عندنا الوعي اننا نحيدوا علينا ونسينياليو داكشي اللي غير لائق، اللي ما كداخلش في الاسلام ديالنا وما داخلش في التمغربي ديالنا، في التربيه. هذه راها مواطنه وطنيه انا كنسميها فعلا. هو خاصنا نتعلموا اننا نصفيو. راه احيانا كنشوف السيدات اللي تبارك الله كتلقايها زعما مستواها المادي والثقافي تبارك الله، وتستشير مع اشخاص عفاكم. راه بعض المرات حنا كتضيق بينا الدنيا، المراه كتكون مغبونه ما كتلقاش علام، واخا تشوفها كتبان لك قويه وقاصحه وواقفه، ولكن ربي اللي عالم بها لداخل. فكنوليو ما غنقولش لك طعم لبعض الاشخاص اللي كيسترزقوا من هذا الشيء، ولكن راه تنتجروا حتى بحياتنا وبمشاعرنا، ويمكن ناخذوا قرار في واحد اللحظه ديال الغضب ولا في واحد اللحظه ديال الضعف اللي ما غاديش نحسوا به حتى من بعد. راه حتى الامور خصنا دائما نستشروا مع اهل العلم واهل المعرفه في كل مجال. مني غادي يضرني راسي ولا غضرني شي حاجه راه غادي نمشي عند الطبيب، راه ما غاديش نمشي عند النجار. ومني غادي نبغي نصاوب سدادر راه غادي نمشي عند النجار، ما غنمشيش عند الطبيب. راه القاعده تنطبق على الحياه ديالنا. علاش؟ لان الانسان ما كيبغيش يخرج، العقل ما كيبغيش يخرج من منطقه الراحه. فقلتي مراه كتكون واعيه قاريه لاباس عليها كتمشي للسهله، داك اللي غيقول لها داكشي اللي ساهل، اللي بغات غيقول لها احيانا داكشي اللي باغا تسمع، وداكشي اللي ساهل اللي ما غديرش فيه جهد للتغيير. للاسف. مريم كتقول لك استاذه انا ربة بيت، كنت في مجال التعليم، لكن بعد كورونا اضطريت نجلس في داري ونقبل وليداتي. انا مرتاحه بحال هكذا، ولكن بعض الناس قهروني بكلامهم، بحيث كيقولوا لي لا خصك ترجعي للخدمه، راه المراه اللي جالسه في الدار ما عندها حتى شي قيمه. مع العلم انا مستوى المادي الحمد لله بخير، والزوج ديالي انا وياه فاهمين، ولكن نظره الناس للمراه اللي مقبله دارها الصراحه كتحطمني وما كتخليناش نحبوا انفسنا.
شوفي بنتي، لا يصح الا الصحيح، والصحيح هو هذا اللي درتي انتيا، مم. ياك؟ وحيت بنادم هذاك تعرفي داك القطيع، مم. المعيزه الاولى كتمشي في كلشي كيتبعها. القنطره، كلشي كيتبعها. مم. دابا اغلبيه النساء اللي خارجين يخدموا، الاغلبيه خارجين على قبل الماده. مم. غدا الا قلنا النساء جلسوا في ديوركم وغنعطيوكم واحد الصالير، الاغلبيه غادي يجلسوا في ديورهم، أي. ما عدا النساء اللي عندهم مناصب، النساء اللي كيتخلصوا مزيان ومرتاحين في خدامهم وعندهم الوقت، ولا النساء اللي مع العائله بالنسبه لها ماشي اولويه. مم. اختيار، احنا ما كنحاكموا حد. مم. هذا الاختيار ديالك انك تستمتعي براسك كأنثى، كزوجه، كأم اللي عندك الوليدات، مم. فهذا احسن اختيار. مم. والناس مني ما كيتمشيش معاهم في داك الشيء اللي بغاو. شتي دابا ولا عندنا حب مشروط، مم. الناس كيبغيوك بالحب اللي باغيين يشوفوك فيه نتيا، بغاو يشوفوك خدامه بحالهم، او لا بغاو يشوفوك خدامه حيت هما ما خدامينش وعندهم واحد العقده من النساء اللي خدامين، فبغاوك. عافاك ديري داك الشيء اللي قال لك راسك، كتلقاي راسك وارتاحيتي في دارك مزيان، استمتعي وما عمرك ما تجتمعي الاراء من شوفي انت اشنو اللي كيناسبك وهو اللي تعيشي فيه. والصح والهذا انا دائما كنقول راه خصهم يقصوا لنا السوايع، النساء خصهم يقصوا لهم على السوايع الخدمه، سويد العمل فعلا. وخص الكونجيات ديال النساء يكونوا اكثر من الكونجيات ديال الرجال فعلا. هذا راه لا حيت الا كان سيدي ربي وخلال فترة الدورة الشهرية المرأة تعاني نفسيا دابا سيدي وجسديا. ربي قال لنا ملي تكون فيكم الدوره ما تصلي وما تصوموا، ياك؟ اعطانا الراحه في رمضان، اعطانا الراحه في الشهر، ياك؟ علاش؟ لان عارف المراه القوه ديالها ماشي القوه ديال الراجل فعلا. وفي الخدمه كنخدموا بحالنا بحال الراجل. اذا راه هنا كيولي وكتولي من بعد كيعطيوك خدمه بحالك بحال الراجل وكتبدي كتنافسي معاه. ما تنافس مع حد، نفسها مع راسي مع القضاء داكشي اللي قد عليه. انا الا راسي الا حبيت راسي وتصالحت مع راسي وتنافس انا في داخلي ربيعه مع ربيعه، بارك عليك. وانا نجحت في الامتحان الدنيوي. حياة كتقول لي كأستاذة ربيعة، أنا واحد الإنسانة كنحب كل شيء الناس، والدي، خوتي، زوجي، الناس اللي قراب واللي بعاد ليا، أي حاجة بغاوها واخا تكون في المريخ كنقضيها ليهم. ولكن أنا آخر وحدة كنفكر فيها، ما كان نحبش راسي، كنبدا نقصى على راسي احيانا. ولو وقعت حاجه كنقول بسببي انا اللي فاشله. على هذا الشيء ما كنهتمش براسي بتاتا، وإلا بغيت شي حاجه او تشهيتها كنقول حتى الغدا حتى من بعد. في حين الا شي واحد بغى شي حاجه كنوض نعدلها ليه وانا سعيده، عرفتي، وديك سعيده مسطره عليها وانا سعيده. وهذا الشيء كله اختي لميا خلاني دابا وليت مريضه وهملت نفسي. عندي 38 سنه وكنحس كاني عندي 80 سنه، لدرجه انه الا شفتيني تقولي هذاك السن هو اللي عندي فعلا. فبغيت من عندك شي نصيحه. هذا حال سمعيني يا بزاف بنتي السيدات. مزيان، سمعيني، حلي ودنيك بجوج، الله يرضي عليك. 38 عام بقى ما قلتيش حتى بسم الله بالدنيا، داكوغ؟ 38 عام في صغرك والديك ما عطاوكش الحب، عطاوك حب مشروط. ملي كديري هذه عاد كنبغيوك. علاش؟ لان مساكن تا هما جايين من عند والدين عطاوهم حب مشروط. اذا عندنا حنا واحد الجوع عاطفي اللي جايبينه جارينه معانا. هذاك الجوع العاطفي اللي عندك ما غيشبعوا لك حتى حد من غير راسك. فهذاك الجوع العاطفي كان كيتهيئ لك بان الا قديتي لباباك، الا قديتي لماماك، الا عطيتي لخوك، كتطلع لك ديك الفرحه من مورا داك الشيء اللي كتديري ليهم. كتطلع ديك الفرحه وما كيقول لك الله يرضي عليك فلانه ظريفه، فلانه حنينه. هذه سيت اون مانيبيولاسيون. بنادم كيولي كيمشيك بحال العجينه في يديه بهذوك جوج كلمات ديال الصواب. هذاك حب النفس ما غاداش تجيبيه من عند العائله والناس اللي غتقضي لهم مصالحهم، غتجيبيه ملي غتجلسي، حيت دابا مشى الوقت ان الوالدين يشبعوا لك هذاك الجوع اللي عندك. غادي تجلسي مع راسك وغتقولي انا الاولويه ديال راسي، انا اشنو كنبغي. غادي تحني في راسك وغتكوني رحيمه مع راسك، وغتشوفي راسك في الماضي اشنو، واش كانوا مقارنات، واش كان نسامح. حيت ما يمكنش تبقاي جاره، حيت دابا واخا ما قلتيهاش
عندك ماضي فيه الوالدين كان يا اما كيفضلوا فلانه ولا فلان ولا، وكانوا مقارنات وكانوا يمكن صدمات ويمكن حوايج اخرين. هذاك الشيء كله كتجلسي كتقولي هذاك الشيء داز، انا كنسامح الا كان ربي كيسامح لينا وكيغفر لينا الذنوب اللي كنديروا معاه. فانا كنسامح اليوم لهذوك الناس كلهم اللي ضروني، وكنبقى نقولها كل نهار وكنحس بها، حيت ما كتجيش بين ليله ونهار، كتاخذ وقت باش كتقدري تسامحي نيت لهذوك الناس. ومني كتسامحي لهم وكتبداي تحبي راسك كل نهار. كناخذ الورقه والستيلو في الاخر النهار، انا شنو درت اليوم لراسي، اشنو باش تعاملت مع راسي، فاش غضبت، فاش تقلقت، فاش حسيت براسي طلع ليا واحد الغضب، وعلاش هذاك الغضب طلع. بغيتك توصلي لهذا الشيء وبغيتك الصلاه ديالك، حاولي الصلاه بداي ديرها بخشوع. كتنوي انني نبدا نتخشع في الصلاه ديالي، هي نيه، ومن بعد كتوصلي لها. رحيت على نيتكم ترزقون. والله يرزقنا الخير ان شاء الله تعالى. كاين بزاف ديال السيدات اللي كنتيقوا الانتقاد، الا شي واحد انتقدنا ولا عيبنا في شكلنا ولا في لباسنا ولا في طريقه كلامنا، ولكن المجامله هي كتعجبنا، كنبغيو نسمعوها، ولكن كدوز. والانتقاد كنعطيو قيمه وكنجلس نفكر فيه، لا وما كانش خصني ندير، ويمكن هذا حتى هي داخله في عدم حب النفس. هذه داخله في القطيع وداخله في عدم حب النفس. علاش؟ لان حنا حتى داك اللي كيدير فيك الخير كيكون 20 عام وكيدير فيك الخير، واحد النهار كيقول لك اليوم ما قدرش ندير لك هذا، كتبقى الدعاء على داك الشيء اللي ما قدرش يدير، وكنساو داك الخير 20 عام الخير ما كيعقلش على الواحد. شنو اخر نصيحه تعطيها لاي امراه كتسمعنا، كيف ما كانت ظروفها وسنها وحياتها، كيفاش تبغي راسها؟ شوفوا نرجعوا للدين ديالنا. الدين ديالنا الكلمه اللي ذكرات بزاف في القران هي الرحمه. نكونوا رحيمين ونتقبلوا راسنا كيف حنايا، ونفهموا ونأكدوا على ريوسنا ان اللي جاتنا باذن من الله كانت خايبه نتقبلها، لان اللي موراها جاي زوين، كان زوين نحمد عليه الله ونشكره ونكون في حاله تقبل. والماضي اللي هو اللور، كنقول الماضي لا يعود. انا اليوم اشنو نقدر ندير لراسي؟ الا بان لي شي حاجه عندي فيها زوينه كنبدا نشكر، حيت نعم الله لا تعد ولا تحصى. كنحمد الله ونشكره على اشنو عندي اليوم، وكنسعى لما احسن في المستقبل. اذا حب النفس هي نبغيو راسنا كيف ما حنا، بظروفنا، بسننا، بشكلنا، بكل شيء، نستمتع بداكشي اللي كاين. ما نبقاوش نشوفوا نعم الاخرين. احيانا كنغمضوا عينينا شنو عندنا وكنبقى تابعه الاخرى شنو عندها وشنو لابسه وفين مشات. ان الله عادل. الحمد لله. كنشدوا هذه الكلمه كنعرف بان هذيك عندها رزقها وانا عندي رزقي، نقلب على رزقي انا يبدا يبان لي باش نبدا ندوي عليه ونخدم عليه. فاذا حب النفس هي ماشي رحله سهله، ولكن اجمل رحله ممكن تعيشها اي امراه في حياتها. ماشي ضروري نكونوا كاملات، ولكن المهم نكونوا حقيقيات. لله سبحانه وتعالى. الاهم نكونوا حقيقيات، وماشي ضروري الناس كاملين يصفقوا لك ويوافقوا على داك الشيء اللي انت كديريه، ولكن المهم انت تكوني موافقه مع راسك ومع قراراتك. واكيد ملي كنكونوا ميسرين في الحياه، سبحان الله، الطاقه ديال الكون كتجذب لنا كل ما هو جميل. نيتكم ترزقون، حيت نيتنا مع الله هو اليقين انه غيستجب لينا. ان يعلم في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. اذا كل شيء شتي السعاده وحب النفس هو قرار. انا كنقرر اليوم انا بغيت نبغي راسي. اذا اشنو اللي فيا زوين كنبدا نشوف، كنطلع داكشي اللي فيا زوين. نعم الله لا تعد ولا تحصى، كل شيء بين يدينا وهو قرار. مني كتولي التفكير ديالي ايجابي والنيه ديالي صافيه وزوينه وكنبغي الخير للناس، ما كنتقارن مع حد وما كنحاكم حد وما كندوي في حد، لا نميمه لا غيبه. الحمد لله. شكرا لك استاذه ربيعه المعاني. لا يخطيك. للتواصل معك كوتش 06 61 07 52 42، هذا الواتساب، او لا الموقع ديالي rabiaalmaani.com. شكرا لك ومرحبا بك دائما على راديو اصوات. وكنتمنوا فعلا نكون وصلنا واحد الرساله ديال الامل والطمانينه لكل وحده كتسمعنا. راكي زوينه وغزاله بداك الشيء اللي عطاك سيدي ربي. كل واحد فينا ربي شنو مقسم ليه. هذه هي الحياه، نكونوا راضيين بعطيه سيدي ربي. شكر لكل طاقم البرنامج، زكريا اللي كان مسؤول عن البث المباشر عبر الفيسبوك، شكرا لفيصل فرفر في الاخراج، شكرا ايضا لسيف الدين
كشوان اللي كان في الإخراج. أيضا كانت معك لاله لمياء المساوي. خليتك على خير.